السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة بلح الشام بطريقة المحلات ويمكن احلى كمان. اول حاجة نحتاجها مع بعض كسرولة غويطة شوية كده على النار. هتحطي حوالي 3 معالق كبار من الزبدة. انا مش محتاجة تسيح ولا حاجة، مش مشكلة يعني. وهتحط عليهم 2.5 كوباية من المية. ومعلقة كبيرة من السكر، ويفضل السكر البودر عشان خاطر يدوب معايا بسرعة. هتقلبيهم كده لحد ما السكر يدوب، وبعدين تسيبيه بقى لغايه ما يغلي. اول ما يغلي والزبده تسيح كده معايا، هتنزلي عليهم ب2.5 كوباية من الدقيق المنخول. يبقى هنا كده الدقيق قد الميه. هتفضلي تقلبي كده من تحت لفوق ومن فوق لتحت لحد ما كده يعني ما تلاقيش ملامح للدقيق معايا. انا مش هسرع الحته دي، انا عايزه اعرفك ان الموضوع بياخد وقت شويه، وان هو يعني حتى لو ما تجانسش بشكل المطلوب بالنسبه لك بنسبه 90% على الاقل، مش مشكله. كده كده هنكمل بقيه الخطوات بتاعتنا، وهتلاقي مفيش ملامح للدقيق خالص معانا. هتفضلي تقلبي كده زي ما قلتلك، وتفتفتي كده الدقيق معايا لحد ما تلاقي مفيش اي كلاكيع معايا، زي بالشكل اللي انتي شايفاه كده. بعد كده هتجيبي بولة، وبعدين هتنزلي بقى بالعجينه بتاعتك دي فيها، وهتفتحي تقعدي تعملي فتحات فيها كده لغايه ما تتهوى خالص. انا مش عايزه فيها اي سخونيه، عايزاها تبرد تماما. هتنزلي عليها بقى ب3 معالق كبار من النشا، وزيهم 3 معالق كبار من دقيق السميد، وبعدين تقلبيهم كويس جدا لحد ما يتداخلوا كده ويتجانسوا مع بعض. هتحضري معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هتنزلي بيضة بيضة او بيضتين حسب ما تحبي انتي، او حسب ما تعرفي تتخليهم يعني يتجانسوا مع بعض. هتقلبي الاول لحد ما يتجانس اول بيضتين. هتنزلي عليهم ست اكياس من الفانيليا. انا عايزه 6 اكياس من الفانيليا عشان خاطر البيض هنا ما يبقاش زفر، وكمان خاطر يدي البلح الشام الريحه والطعم المطلوب. وبعد كده هتنزلي بالبيضتين التانيين، وهتفضلي تقلبي كده لحد برضو ما يتجانسوا وما تلاقيش ملامح خالص للبيض معايا. زي ما انت شايفه كده العجينه ملزقه شويه معايا. هتجيبي بقى الكيس الحلواني بتاعك، تكون القمع بتاعه بتاع بلح الشام. تكوني محضره طاسه على النار فيها زيت غزير. انا عايزه الزيت هنا بارد، مش سخن خالص. هتنزلي بقى بالشكل اللي انت حباه، طويل بقى قصير زي ما تحبي انتي. وبعد كده هتقطعي كمية العجين بتاعتك كلها بالشكل ده. وبعد كده تسيبي ما تقلبوش خالص وهو عجين، انتي دوبك بس كده يعني. اول ما يطفو معاكي زي ما انت شايفاه كده، تبداي تقلبي تاخديه. ما تسيبهوش بقى على النار وتمشي، لا انت لازم تقلبي عشان خاطر بلح الشام كله ياخد نفس اللون معاكي. بعد كده تصفيه كويس جدا من الزيت، وبعدين تنزليه في بولة فيها شربات تقيل بارد. وطريقة الشربات دي موجودة على الصفحة بتاعتي. هتعملي نفس الطريقة دي لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك، وبألف هنا. طبعا مش محتاجة اقولك قد ايه هي مقرمشة من بره وطرية من جوه، وطعمها مرمل زي المحلات، ويمكن احلى واطعم كتير. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. شكرا.